إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موقظا بالنور أجفان الحياة، الضحى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، والندى من فيض من. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال، امين يا رب العالمين. عاملين ايه كلكم؟ اللي هو كلكم، اللي مش كتير يعني. هو كل اللي اشتركوا عندي اصلا تقريبا 17 مشترك. كلكم شرفتوني ونورتوني، ووجودكم على راسي، ووجودكم والله العظيم بجد تاج على راسي. واحد واحد يعني، احب اشكركم واحد واحد بجد. وبشكر الناس اللي بتدعمني، وبشكر الناس اللي بتكتب لي كلمة حلوة وبتتعب نفسها عشان تكتبها. يا رب يجازيكم خير، ويا رب يجعله في ميزان حسناتكم، ويا رب اكون عند حسن ظن كل حد فيكم يعني. قال لي كلمة حلوة. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا بعجن ايه. انا كنت صحيت الصبح وكده، مش حابة اشتري حاجة من بره يعني، ولا فول ولا طعمية. هو انا عندي فول في الفريزر يعني، كنت عاملاه، بس مش حابة يعني، مش عايزين ناكل بقى يعني فول وطعمية، وفي نفس الوقت برضو مش عايزين نشتري حاجة من الفرنة، عشان بصراحة يعني ايه، الافران برضو الحاجة مش حلوة وفي نفس الوقت بتكون غالية. فقلت اعمل لهم ايه، فكرت اعمل لهم شوية بقسماط. وبصراحة كانت دي اول مرة اعمل فيها بقسماط. انا كنت بعمل حاجات تانية يعني، كنت ممكن اعمل قراقيش، اعمل قرص، كحك، البسكوت، كل الكلام ده بعمله، بس البقسماط دي كانت اول مرة اعمله. بس الحمد لله يعني عجبني، طلع كويس وطلع ناجح معايا وكده. احلى كمان من الافران والله يعني، بصراحة كان جميل. فقلت بقى يعني ايه، بما ان فيه يعني نشاط كده، فقلت خلاص بقى تمام يعني، اعمل لهم بقى شوية البقسماط دول واجرب. قلت بقى لو عجبني ابقى اعمله يعني على طول وكده. بما ان الحاجة غالية طبعا، كل حاجة بقت نار وكل حاجة بقت غالية يعني. كيلو البقسماط لوحده ممكن يكون عامل 100 جنيه دلوقتي. يعني ليه ما نعملوش في البيت؟ هو اصلا ما بيحتاجش ولا سمنة ولا زيت كتير. هو يعني كل المكونات بتاعته بسيطة جدا. وزي ما انتوا عارفين النت اصلا يعني مليان يعني. انا بيتهيألي كل الناس بقت شيفات دلوقتي، كله بقى شيفات دلوقتي، كله دلوقتي اللي عايز وصفة بيخش على النت بيجيبها وبينفذها. وحاسة ان كل الستات بقت شيفات دلوقتي، وهي دي النتيجة والله. وكان طعمه احلى كمان من الجاهز يعني، بصراحة كان احلى بكتير من الجاهز. أه بس فطرنا بقى وبعد كده قلت بقى ايه، اشوف لو هروق مثلا الشقة ولا حاجة. هي ما كانش فيها حاجات كتير يعني، عملت شوية حاجات على السريع كده، والبنات برضو عملوا اوضتهم، فكانت حاجات بسيطة جدا بقى وكده. طبعا لما الواحد بيعمل اي معجنات ولا حاجة بيبقى مرهق شوية. فقلت لهم بقى ساعدوني يعملوا معايا، فهم بقى ايه، قاموا وعملوا معايا. وانا ايه يعني، كان كل اللي عليا بس ان انا عملت الاكل وعملت البقسماط ده. لو حد حابب يعرف الطريقة بتاعة البقسماط، هو بصراحة طلع جميل جدا وطلع حلو جدا. فلو حد حابب يعرف الطريقة يقولي، وانا هقولها له يعني. هعمل فيديو تاني ان شاء الله، وهقول لكم بيتعمل ازاي وكده.
هو طريقته سهلة جدا، سهلة يعني، وكمان مش مكلف، يعني سمنته قليلة وزيته قليل جدا. فبصراحة لا، يعني احسن من بره بكتير بكتير، والحاجة بيبقى فيها بركة وبتبقى كتيرة. بس هنا كنت بعمل بامية، كان هو بامية ورز بس، الاكل ما كانش يعني، كان سهل وسريع. بامية ورز ولحمة بس. فيا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك. اللايك بيفرق يا جماعة، يا ريت كلكم تحطوا لايك، هيفرق معايا جدا. ممكن مش هيفرق معاكي انتي في حاجة، بس هيفرق معايا كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.